بعد ما سمعنا إعلان فيلم سيفن دوجز ومشاركة نجوم عالميين في الفيلم زي مونيكا بيلوتشي وسلمان خان، أحب أقولك إن في نجوم عالميين شاركوا في أعمال مصرية من زمان قوي. هنعرفهم في فيديو النهاردة، بس قبل ما نبدأ ياريت تصلي على النبي في الكومنتات وتدوس اشتراك في القناة علشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. مع ذكر النجوم العالميين لازم في البداية نقول فيلم حرب كرموز، الفيلم اللي حقق نجاح كبير جدا جماهيريا، وده بعد ما انضم له النجم العالمي سكوت أتكنز الشهير ببويكا. عمل شغل عالي في الفيلم اللي اتعرض في سنة 2018، ورجع وشارك في فيلم تاني في 2023 وهو فيلم مطرح مطروح. الفيلم محققش نجاح عكس الفيلم الأولاني. وبعديها بسنة واحدة في 2019 يظهر لنا فيلم كازابلانكا، وبرضه من بطولة أمير كرارة، والمرة دي يشارك فيه النجم التركي خالد أرجانيتش الممثل الشهير بطل مسلسل حريم السلطان، والفيلم ساعتها يحقق نجاح كبير. وفي نفس السنة نشوف فيلم حملة فرعون بطولة عمرو يوسف، ويشارك معاه النجم والملاكم الأسطوري مايك تايسون، وكمان شارك معاه الممثل الأيسلندي هافور يوليوس الشهير بالجبل اللي شفناه في مسلسل جيم اوف ثرونز. ولكن مع كمية النجوم اللي في الفيلم محققش نجاح عكس كل المتوقع. ونروح لسنة 2005 بفيلم حرب إيطاليا، ويشارك الممثل الإيطالي المعروف كوسيمي فوسكو مع النجم أحمد السقا والراحل خالد الصاوي، وبصراحة الفيلم كان جامد أوي. وفي سنة 1996 بفيلم كابوريا للراحل أحمد زكي. عايزك تركز على اللي في الصورة دي تبقى الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت اللي خدت الأوسكار. ظهرت في فيلم كابوريا كومبارس في بداية حياتها، ودول كانوا أبرز ممثلين. في كمان نجوم ظهرت برضو زي الممثل البريطاني سام هازلدين في دور الضابط هارفي في فيلم كيرة والجن، ده كان شارك في أعمال عالمية زي مسلسل بيكي بلاندرز المعروف. وكمان الممثلة باولا بوتون اللي شاركت عمرو يوسف في مسلسل وعد إبليس، ومن أبرز أعمالها فيلم ميشن امبوسيبل. سلام.